السلام عليكم. اتفاجئنا الأسبوع اللي فات بوجود حملة إزالة مكبرة في منطقة القلعة في بحري، تحديدا في الشارع المؤدي لقلعة قايتباي. يا ترى الإزالات دي كانت فعلا فجأة كده محدش يعرف بيها، وكان ايه سببها؟ هنعرف النهاردة. احنا حاليا في الشارع اللي مؤدي لقلعة قايتباي، هنشوف المحلات اللي تم هدمها وتم ازالتها، وتقريبا كمان كان مقر شركات ملاحة يعني، وشركات بحرية وكده، وورش. هنشوف هل هم كان عندهم علم بالإزالة. والغريب ان المحلات دي بقالها سنين، بالذات محل عزة. اسأل اي حد جه اسكندرية يمكن من 15 سنة هيقولك انا رحت منطقة بحري وكلت ايس كريم في عزة اللي هناك، او عند القلعة تحديدا يعني. فغريبة جدا ان هم يعني يتم ازالته كده فجأة. بس الحقيقة لما بنسأل الناس هناك اثناء التصوير قالوا ان هم فعلا كان عندهم علم بالازالة، بس من مدة شهر فقط، مش من فترة كبيرة، مش من سنة ولا من سنتين. هم كان عندهم علم بالازالة من شهر فقط. والصراحة اللي انا شايفاه حاليا في منطقة قلعة قايتباي شفته قبل كده في منطقة الأهرامات في الجيزة. كان في يعني مجموعة محلات كبيرة ومجموعة كمان بيوت كانت ملاصقة للأهرامات وملاصقة لأبو الهول وكده، وتم هدمها وتم إزالتها، تحديدا في منطقة أبو الهول ونزلة السمان والمناطق الملاصقة ليها، واللي تم هدمها بسبب تطوير منطقة الأهرامات. فحاليا أكيد الهدم سببه التطوير طبعا. بس يا ترى هيوسعوا المكان ده هيعملوا فيه ايه؟ وبيهدوا ليه المحلات دي؟ ولا علشان رؤية البحر؟ مش عارفين لحد دلوقتي، مش عارفين. لان بعد هدم كل المحلات دي هتلاقي البحر مكشوف قدامك على طول. يعني شايفين بعد السفن اللي احنا شايفينها دي والمراكب الكبيرة دي، البحر هي حاليا راسية على البحر. هنا كان مكان محل المدهش تم هدمه، والمكان ده تم هدمه ايضا كان مقر شركة ملاحة. اهي صورت لكم اليافطة بتاعتهم، لسه حاطين اليافطة مكان ما اتهدم. اظن ان الازالات دي والهدم والتطوير هيبقى له علاقة بمرسى اليخوت اللي بيتعمل حاليا داخل القلعة والممشى السياحي الجديد. فاكيد التطوير في المنطقة دي له علاقة بالتطوير داخل القلعة، لان مش ممكن هنكون بنطور من جوه وفي منظر غير حضاري من بره. هنا وصلنا معاكم لحد اخر الشارع المؤدي لقلعة قايتباي. اتمنى اكون نقلت لكم الصورة كاملة، واتمنى اكون فدتكم. وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية واخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.